الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اليوم يا جماعة الخير كلمتي صراحة حق سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، عسى الله يخليك إن شاء الله. نطلب من الله ثم منك صراحة إنه تزيد الراتب يزيد الراتب حق اللي صراحة يستلم قراه المعيشة، فقير مسكين دي. ونطالب منك يا ابو علي ان تتابعونا يا جماعه الخير وتشوفونا وما اوضاعنا. ما يصير اذا جانا ضيف توهقنا يا جماعه الخير. واحد اذا جاله ضيف ولا عنده فلوس شو يسوي؟ بعدين كل شيء غالي. البترول قلنا هاي دوليا، احنا ما نعارض صراحه. وانا كلامي مو بأجعل فتنه، لا، اطلب من جلاله الملك من الله ثم من جلاله الملك زيادة رواتبنا. ما يصير يا جماعة الخير، والله يا جماعة الخير يجيك ضيف توهج وبعدين اشياء كل شيء غالية. بعدين انت وينك يا وزارة التجارة؟ وينك؟ اذا واحد راتبه ضعيف شنو؟ اما تصب بترول والله ما تاكل. يصير ذي؟ والله الرجال، والله العظيم في رجال واقسم بالله العظيم ان سلمت على واحد وقلت له نسيت البطاقة، قال لا البوك حطيتها في البيت. قلت ليش ما شلت بوكك؟ قال شو اسوي فيه؟ يثقل عليه. قلت له شلون يثقل عليه؟ قال بوك ما في فلوس يسوي فيها شيله. شوف لوين وصلنا، واحنا قاعدين في دوله خليجيه، والبحرين الحمد لله خيرها معروف الحمد لله رب العالمين. والله عشنا في البحرين والله راتب ضعيف وناكل كل شيء. الهامور ما نقدر له نوصل له، الهامور ما نقدر نوصل للهامور. اذا الكيلو 7 دينار 8 دينار واذا عندك عيال شلون تاكل؟ سمك شلون يا جماعه الخير؟ قلنا اللحم اللي بيشتري كيفه، لكن سمك. وعادات البحرين من سنين انه ياكلون سمك، كل بيت ياكل سمك. واحنا ما عندنا في البحرين ان وقت الغداء ناكل خبز، فول ما فول خبز، ما عندنا العادات. اما اذا ما في عيش انما تغدينا. وانتم تدرون، عسى الله يعطيكم الصحه والعافيه. ونطالب جلاله الملك الله يرحم والديك، الله يرحم والديك اللي راتبه 3 و4 و2000 شو الزايده دي؟ زيدوا اللي يستلم قلاه المعيشه. عسى الله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله، ويخلي ان شاء الله البحرين واهلها ان شااء الله ويحفظها من كل شر يا رب العالمين. اخوكم محمد خليفه خلاص. حبيب المملكه حمد حبيب قلوبنا.